يا صباح الورد والهنا والياسمين على احلى واغلى واجمل اخوات في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه كده؟ يا رب تكونوا في احسن حال. إيه، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. إيه، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بداية كده، ايه رأيكم في الفطار بتاعنا ده؟ فطار بسيط وسهل وما اشتريتش من بره بربع جنيه حاجة حتى. أهم حاجة ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو، تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالي نشوف عملنا الفطار ده بتاعنا ايه. بس فطار ايه يا ام مالك؟ ده هو شوية فول وشوية خضار؟ لا، ما هو الفول ده معمول بطريقة تخليكي كده تاكليه بالمعلقة، مش تقعدي تغمسي بيه العيش. يلا نسمي ونصلي على رسول الله ونخش على الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كده طبعا أنا كنت مدمسة شوية فول، هتشوفوه دلوقتي كهرمان حاجة كده جميلة قوي وبسيطة في البيت، نضيف عن بره، وهو يوفر معانا في الأيام اللي ما يعلم بها إلا ربنا اللي احنا فيها دي. جبت طاسة حطيتها على النار وحطيت فيها شوية زيت، وجبت بصلاية بقى نضفتها كده وغسلتها وبدأت أخرطها كده معاكم. طبعا مش مستاهلة إن أنا أطلع الكبة بقى عشان خاطر بصلاية صغننة زي دي. لأ، قُمت جاية فارماها على إيدي كده زي ما أنتم شايفين، أو مكسّراها على إيدي أهي، وفرمتها ناعم برضه، ما عملتهاش كبيرة ولا حاجة. بُصّوا، بنفضل بقى بالسكينة، كانت والدتي الله يرحمها يا رب اترحموا عليها كده وقولوا لها الفاتحة، هي وأبويا وجميع موتى المسلمين يا رب. كانت بتمسك البصلاية كده بقى، بس كانت هي بتجيب البصل كبير وتقوم جاية بقى إيه فارماه كده زي ما أنا باعمله كده، تطلّعه أقول لكم إيه ناعم جدًا. شُفتوا إحنا أمّا بنضربه في الكبة بننعّمه إزاي؟ الله يرحمها يا رب ويرحم جميع موتى المسلمين. المهم خرّطت البصل كده زي ما أنتم شايفين أهو. بس كده كفاية عشان أنا مش هاعمل شوية فول الحبّة اللي أنتم شُفتوهم دول يعني. وكمان ولّعت النار بقى كده وبدأ معايا البصل كده أنا عايزاه يعني يصفر مش هيحمر، هندبّله ويصفر. وهاجيب قرن فلفل كده، هو كان حراق بس يعني إيه، حرقيته كانت بسيطة، ما كانش حَر أوي يعني. هنا باقول لكم بُصّوا الفول بقى، وكنت كابسة عليه بورق الفويل ده. هتشوفوا فيديو الفول ده نازل إن شاء الله على القناة، مش عارفة هينزل على القناة دي والّا على القناة التانية، بظروفها يعني. هو الحمد لله اتسجّل، بس اتصوّر واتمنتج، بس لسه هاسجّل له صوت. ادعموني بلايك بالله عليكم، حطّوا لي لايك للفيديو كده وحطّوا لي كومنت، يعني لو الفيديو عجبكم، ما عجبكوش خلاص حطّوا لي لايك أو حطّوا لي ديسلايك، المهم إن أنتم تتفاعلوا على الفيديو وخلاص. خرّطت الفلفل أهو زي ما أنتم شايفين، زي ما قُلت لكم هو كان حار مش حار أوي يعني، اللي هو يعني يتاكل يعني. زي ما أنتم شايفين بقى معاكم كده أنا خرّطت بقى الفلفل كده، مش هاخرّط تاني خلاص، هو حلو كده لإن زي ما قُلت لكم أنا مش هاعمل شوية فول كتير. كنت مجهّزة الفطار ده عشان جوزي كان ما راحش الشغل النهارده، يعني بقى بنخلّص ورق الولاد وكده في المدارس. عقبال كل حبايبكم يا رب بقى. معانا ابننا دخل ثانوي عام الكبير، واللي وراه كان داخل إعدادية وكده، فبنخلّص بقى الورق وحاجة المدرسة بتاعتهم وكده، بنلِف لنا لفة حلوة يعني. ربنا يعين كل واحد على شيلته يا رب، بالذات في الأيام اللي إحنا فيها دي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب. ما تنسيش بس تدعميني بالله عليكِ بلايك للفيديو وتحطي لي اشتراك في القناة. والله عارفين أنا قاعدة باسجل الفيديو ده حالًا، يعني الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 3:30، 3:30 فالله المستعان. يعني الواحد بيحاول إن هو يزوّد دخل بيته بأي طريقة، بس مش عايزة أقول لكم بقت الدنيا بايظة خالص يعني الحمد لله. المهم صلّوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله بتفك العقد. بُصّوا بقى معايا على شوية الفول وقولوا لي إيه رأيكم فيه وفي طريقته وفي لونه. وكانت مش عايزة أقول لكم بقى ريحته وطعمه كانوا حاجة وهم. بُصّوا لون الفول، إيه رأيكم فيه؟ حاجة كده نضيفة عن برّه، ولا تجيبي من برّه بقى الفول يبقى في ريحته شايط أو أسمر أو. بُصّوا الفول ما شاء الله كانت ريحته
بتجيب يعني من أول البيت لآخره. بسم الله كده، وهناخد كام كبشة فول كده نحطها على الفول ده. عايزة أقول لكم إن أنا باعمل حاجة بس ما بانصحكوش إن أنتم تعملوها، بس أنا بافضل مولعة على الفول ده قبل ما أنام وأطفي عليه الصبح، باقوم ألاقيه زي الزبدة، زي الزبدة كده يا دوبك بقى السر بتاعه برضه في الفيديو موجود، ابقوا خشوا شوفوه. بس كده، وهاحط بقى شوية ملح وشوية كمون ونطرة شطة صغننة كده. ما فيش أحلى من البساطة، ما فيش أحلى من إن أنتِ تعيشي على طبيعتِك. ما تر م م بُصّوا يعني أنا مش باحب الناس اللي بتروح تترسم في الفيديوهات بتاعها عشان مثلًا إيه يعني، لأ، عشان يبقى ليّا prestige، عشان لا والله البساطة ما في أحلى منها، البساطة ما فيش أحسن منها. عندِك طبعًا اعملي وبيّني وكل حاجة. طب ما أنا ما عنديش دلوقتي، آآ ما عنديش، أنا هافطر فول، ماله فضل ونعمة الحمد لله. وبعدين كلنا متربيين على الفول لما كان بيتحط في طبق على الطبلية كده، يا سلام عليه وعلى كانت لمته. الحمد لله الحمد لله. أحلى أكلة والله العظيم. أنا عندي ولادي بيعشقوا حاجة اسمها الفول ده. هفصل بس على ما الأذان يخلص. مش أحسن من إن نقعد ما عنديش لقمة تتاكل ولا أي حاجة. لا الحمد لله. أهم حاجة يكون عندك قناعة ورضا بالحياة اللي انت فيها. يعني ما معاكيش الحمد لله راضية وحياتِك زي الفل. طب معاكِ الحمد لله، الحمد لله، واحاول أراضي اللي حواليّا كمان. طب الحمد لله أنا حياتي يعني مستورة، برضه الحمد لله أنتِ أحسن من غيرِك. والله العظيم الأيام دي كنت مرّة في السوق فلقيت واحدة يعني مميّلة على الست اللي أنا باجيب منها كده، بتقول لها إيه: "أنا عايزة ب5 جنيه حاجات للسلطة." والله العظيم الست الله يبارك لها، أنا مش باشتري غير من الست دي بس يعني بيعجبني تعاملها مع الناس أوي، حاسة بالناس كده ومش من النوع اللي هو الجشع واكلها والدنيا دي، لا، لا، لأ، الله يبارك لها يا رب ويحسن سوقها ويحسن ما بين إيديها. قامت قايمة حاطة لها طماطم وخيار وفلفل وحطت لها بطاطس وجزر، والله العظيم وما خدت منها جنيه. والست كانت موطية عليها كده يعني عارفين مكسوفة إن هي تقول لها والله العظيم. يعني الناس حالتها بقت كرب وبقت صعب. يعني قولوا لي كده لمّا كيلو الرز يبقى ب18 جنيه، أسرة مكوّنة مثلًا من 5 أفراد، هل كيلو الرز ده هيكفّيها في الغدا؟ أقل واجب كيلو ونُص، يعني هتجيب مثلًا 18 و9 هتجيب ب27 جنيه رز بس، هي لسه ما طبختش حاجة، فربنا يعدّينا منها على خير. يعني الشكارة بقت ب180، الشكارة دي كنا بنجيبها ب60 جنيه، وأيام ماما الله يرحمها يعني كنا بنجيبها بحاجة و30. فبقت الظروف صعبة وبقت الدنيا صعبة، فالجدعة اللي تعرف تدبّرها وتوفّرها من غير برضه ما تبقى معيّشة عيالها في حرمان في البيت. يالّا الحمد لله، ربنا يا رب يجعل بيوتنا كلّها دايمًا مستورة بالخير كده ويملى السعادة وراحة البال، بيوتنا كلّها يا رب كده. أهم حاجة، أهم من الفلوس ومن الحاجات دي كلّها. ومش معنى إن أنا باتكلّم كده عشان بس أنا عارفة في ناس معيّنة بتخش تسمع فيديوهاتي إن خلاص يعني بقى مش لاقي ياكل وبناكل فول وبناكل مش عارفة إيه. يا ستي إحنا مش بناكل فول، الحمد لله، الحمد لله إحنا ماشيينها بستر ربنا. وبعدين يعني داري على شمعتك تقيل. خلّي الكلمة دي تجنِّك. الحمد لله، الحمد لله والله بجد. الصيت ولا الغنى، كان دايمًا كده ماما تقول لنا الصيت ولا الغنى. المهم كان عندي شوية فلفل كده كمان حطيتهم بقى مع الأكل، كانت شطة وكده، حطيتهم مع الأكل بقى كده وبقى أكل جميل أهوّة. يالّا بينا نروح نفطر. هاستنى بس المَيّة تغلي وهاصُب الشاي وهنروح نفطر. خلاص المَيّة غلت معايا بقى أهيّة، هانزل بيها على الشاي. هاصُب الشاي يعني وهنقعد نفطر قبل ما نتوكّل على الله ننزل نشوف مصالحنا. أنا مش رايحة معاه، أنا هاروح بس يعني أنا هانزل معاه وهو نازل، أنا رايحة السوق. بس كده. ما تنسيش بقى تذكري الله وقولي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بتفك العقد وبتحل المشاكل. ودايمًا أوصّيكم دايمًا والله يا رب اجعلها ليّا كده صدقة. أوصّيكم دايمًا اللي وصل لهنا من الفيديو، دايمًا عليكِ بسورة الواقعة وياسين. فعلًا، فعلًا فضلها كبير جدًا، جدًا، جدًا. سورة ياسين لما قُرئت له، لو أنتِ نِفْسِك في حاجة
اقري سورة ياسين وربنا بإذن الله هيحققها لك، وسورة الواقعة بتقي من الفقر. اذكروا الله ولا إله إلا الله، بحبكم في الله. ولو وصلت لهنا ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.